السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أحبائنا في الله، أهلا بحضراتكم. منذ بدء الحياة على الأرض عندما يتزوج اثنان بنقول لهم دايما ألف مبروك وعقبال البكاري، وعندما ترزق في أحشائها بجنين بنقول عنها أنها بتنتظر حادث سعيد. تنتظر حادث سعيد، ده الذرية الصالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهبها ليها ولزوجها بإذن الله. معنى ذلك أن الذرية وهبة الله، الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، وما يدل على ذلك قول الله تعالى سبحانه وتعالى في قوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وأملا. صدق الله العظيم. في الحقيقة لو نتكلم عن الذرية وهبة الذرية لابد أن نتوقف عند الآية الكريمة: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يجعل من يشاء عقيما. صدق الله العظيم. معنا في الحديث عن هبة الله الذرية فضيلة الشيخ الأستاذ بشير المحلاوي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك. رحمكم الله، بارك الله فيكم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. شيخنا، لو حبينا نتوقف عند الآية الكريمة: نعم. يهب لمن يشاء نعم. إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. سبحانه وتعالى. الحكمة من مشيئة الله سبحانه وتعالى في أنه هو يرزق بعض الناس بالإناث فقط ويرزق بعض الناس بالذكور فقط، نعم. وناس آخرون الذكور والإناث أو يكونوا محرومين من الإنجاب. نعم. هذه المشيئة نتوقف عندها، ماذا تقول عنها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم ربنا تسليما كثيرا. صلى الله رب عليه اشرح لي وسلم. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا من فضلك فيضا يا ذا الجلال والإكرام. آمين يا رب. يعني بداية أنا ألتقط طرف الحديث من المقدمة الطيبة اللي حضرتك قدمت بها الحلقة، أن انتظار المولود أمر سعيد وخير ينتظره كل متزوج ويحبه الإنسان، وهو فطرة في هذا الإنسان، لأن بقاء الذرية وبقاء النوع الإنساني من إكرام الله للخلق. ولو لم يضع الله سبحانه وتعالى نعمة حب الذرية والإنجاب لهلكت البشرية من سنوات معدودة. يعني بعض الناس لو قالوا له أنك أنت هتدفع كل شهر مرتب معين تصرف منه على إنسان آخر غيرك، مش ممكن يقبل أبدا. ولكن الواضح لما ننظر للقضية نجد الإنسان بينفق على أولاده ليس راتبا، إنما ينفق على أولاده عمره كله. بل الإنسان ممكن يرمي نفسه في التهلكة من أجل أولاده، وإن وقائع شاهدة على مثل هذه الأشياء. لما ننظر للقرآن الكريم ونأخذ الشاهدين أو الآيتين اللي حضرتك استشهدت بيهم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. معنى زينة يعني إيه؟ أنا لما أكون بزوج ابني، ولا عندي مثلا عقيقة، ولا عندي ابني ناجح، ولا عندي مناسبة سعيدة، بجيب الراجل الكهربائي يعمل فرع نور. هل الفرع النور ده بيبقى يفضل في قدام البيت أو العمارة أو الفيلا أو حتى الخص اللي ساكن فيه اللي عنده الفرح طول العمر؟ لا طبعا، ولا وقتي. المناسبة؟ نعم. وقتي. يعني معنى ذلك أن أما ربنا يقول بقى، لما نمسك مثلا المناسبة السعيدة ومثل الأولاد: زينة الحياة الدنيا. وهذه الزينة لا تبقى إلا إذا رضي الله عن العبد فاستخدم هذه الزينة في رضا الملك الواحد الأحد. ولذلك الإنسان ربنا اداله نوعين من العطاء، ويمكن حضرتك تستغربي هذا التشبيه. نوعين من العطاء: نعمة الإيجاد ونعمة السلب. نعمة الإيجاد ونعمة السلب. نعمة الإيجاد بالذرية، الله. هبة الذرية. تمام ده اللي مقصدي. نعمة الإيجاد إن يرزق إنسان ببنات، دي نعمة إيجاد. نعمة إيجاد يرزق إنسان بذكور فقط. نعمة الإيجاد يرزق إنسان بإناث وذكور.
نعمة الإيجاد يرزق إنسان بعدم الذرية. هل عدم الذرية هذه نعمة أيضا؟ نعم. مم. ولذلك احنا لما نخش بقى بالتفصيل بقى، وهناك عند الله سبحانه وتعالى ما يسمى نقمة الإيجاد ونقمة السلب. بمعنى إيه؟ أوضح بالراحة. الإنسان لو استخدم أولاده في إيذاء الناس، في التباهي والتعالي، ولذلك لما نجد امرأة، وإحنا كلنا من أسر مصرية والشعوب العربية كلها على هذه الطبيعة، لما يكون امرأة في القبيلة أو في العيلة كل خلفتها صبيان أو ذكور فقط، ربما تتعالى على بقية نساء القبيلة أو العائلة. مش ده بيحصل؟ فيما مضى يعني كان وما زال حتى لو في المستويات الراقية موجود هذا الأمر. يبقى هؤلاء الأولاد تحولوا من نعمة إلى نقمة. لما الولد يكون سبب أن يجر أبوه في المحاكم ويجره في أقسام الشرطة ويجعل والده يختلس ويرتشي ويكتسب الحرام، أليس هذا الولد نقمة؟ نعم. لما يكون الولد مثلا أبوه يسيب له أموال من حلال ويكتسبها الولد ويأخذها فيغضب بها الملك الواحد الأحد، أليس هذا الولد نقمة؟ فوجود الأولاد نعمة، ووجود الأولاد أيضا نقمة. نقمة إذا كانوا من نوع من أنواع عدم القبول وعدم الرضا من الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا الخضر مسك الغلام قتله في سورة الكهف، في سورة الكهف قال له نعم. إيه؟ قال له إيه؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأراد ربك، يعني ربنا فأرادنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فعايز يقول له إن الأولاد، هذا الولد لو كبر هيبقى كافر ويدخل أبوه في العنت وفي المشقة. ولذلك احنا بقى لما نخش على الآية بقى اللي هي اللي بيسميها العلماء عمدة الاستدلال على الإنجاب. لله ملك السماوات والأرض، دي قاعدة عامة، كل الملك لله، المال والبنون والعمر والصحة وقوة العلم وقوة الذاكرة وما أعطي الإنسان من حسن القبول بين الناس وعدم القبول بين الناس وما إلى ذلك من المعطيات، من وجه حسن أو وجه قبيح، من حسن أسلوب أو قبح أسلوب، ما إلى ذلك مثل هذه الأشياء. ده بيسمى العلماء إيه؟ ملك. كل هذا رزق من الله. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء. يخلق ما يشاء، يخلق الشمس، يخلق القمر، يخلق الإنسان، يخلق الجماد، يخلق العالم العلوي، يخلق العالم السفلي، يخلق الإنس والجن، يخلق المسلم وغير المسلم، كلنا خلق الله. فهذه قاعدة عامة. زي ما يجي مثلا في ولله المثل الأعلى، لما نيجي نمسك الصحف كل يوم في الصباح نعملها، يقول لك إيه؟ لما يكون ما عندكش وقت تعمل إيه؟ اقرأ المنشط اللي هو البنط العريض. ربنا له المثل الأعلى في القرآن الكريم، يفعل هذا الأمر ويعلمنا هذا. يديك في القرآن منشطات عريضة، إذا جاز لنا هذا التعبير، يخلق ما يشاء. يعني معنى الكلام ده إيه؟ يلي عندك أولاد ما تتباهاش بيهم وما تتكبرش بيهم على اللي ما عندوش. يلي ربنا منعك من الأولاد ما تزعلش ولا تغضب ولا تحزن، لأن هذا خلق الله. يلي عندك بنات ما تسخرش ولا تندم ولا قلبك يحترق، لأن ما عندكش أولاد ذكور يحملوا اسمك. ولذلك لما نيجي نتكلم مع الناس يكون عنده بنات يقوم كاتب لهم كل أملاكه. هل هذا عشان يفهم؟ ما يدخلش حد في عشان يحرم في الميراث. هل هذا إنسان يفهم يخالف كلمة؟ شرع الله كده يا فندم. طبعا. ودي محتاجة تفصيلات معينة في مسائل الفقه. يخلق ما يشاء. أنا لما أقول يا رب أنت رزقتني البنات فقط، لما أنا أجي أعدل عليك يا رب في قضية الميراث، أنا كده راضي بخلقك؟ مانيش راضي بخلقك. ولذلك لما نمسك بقى المسألة نجد إن أصل البشرية وجدت بأربعة أنواع من الخلق. تمام؟ والأنبياء انقسموا في الإنجاب 4 أنواع في الإنجاب. ما احنا عندنا 4 قضايا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ده النوع الثاني. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ده النوع الثالث. ويجعل من يشاء عقيما. ولينا واقفة برضو مع كلمة ويجعل دي لها كلام كتير جدا. وليه أخرها؟ وليه كان ما قالش ويهب من يشاء عقيما؟ طب لو توقفنا عند الجزء الأول، يهب لمن يشاء إناثا. نعم. يعني اللي عنده بنات يعني ممكن يكون بداخله أمنية أنه هو يتمنى ويدعو أنه يكون ربنا يرزقه بولد. نعم. فهل كده هو يعني بيعترض على مشيئة الله سبحانه وتعالى؟
هل مثلا الناس حضرتك اللي بتذهب الى طبيب والعلم تقدم نعم. ويحاولوا ان هو يتدخلوا في تغيير النوع، يعني اختيار النوع، تمام. ده تدخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ المسألة لها زاويتين في الكلام. مم. الزاوية الأولى أنا عندي رضا بقضاء الله، مم. لكن أنا بأخذ بالأسباب. يعني مثلا واحد بيتقاضى راتب معين، فبيبحث عن عمل إضافي عشان يوسع على أولاده في الرزق. مم. هل ده يبقى إنسان غير راضي عن قضاء الله؟ لا، يبقى ربنا إنسان بيطلب راضي مننا لكن السعي بيحسن في مستواه. الارزاق. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بالدعاء قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. نعم. لما مثلا سيدنا سليمان يقول لربنا رب هب لي ملكا لا ينبغي مم. لأحد من بعد، هل سيدنا سليمان لم يكن راضي عن قضاء الله له في الرزق فعشان كده بيطلب من ربنا الزيادة؟ أبدا. ده أم ستنا مريم امرأة عمران تقول إيه؟ إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وسيدنا زكريا يقول لربنا رب لا تذرني فردا، نبي ومن الأنبياء المعدودين في تاريخ الأمة الإسلامية من لدن آدم إلى قيام الساعة، ويطلب إن ربنا يرزقه بالولد ويكون ولد راجل مش بنت. يعني رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سيدنا إبراهيم لما نقرأ في كتب التاريخ نجد إن سيدنا إبراهيم رزق بسيدنا إسماعيل كان عنده 96 سنة. يعني تأخير الإنجاب ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم. نعم. إن ممكن تأخير الإنجاب يأتي في النهاية بالذرية إن شاء الله بالدعاء والأخذ بالأسباب. الواقع يؤيد ذلك. فلما ننظر في القرآن الكريم نجد أن حالات الإنجاب 4. السلب المطلق اللي بيسميه بعض الناس السلب المطلق اللي هو ما فيش إنجاب خالص لا بنات ولا ذكور. إنجاب الإناث، إنجاب الذكور، إنجاب الإناث والذكور. ولما ننظر للأنبياء نجد إن هذه الأنواع ال4 حدثت للأنبياء. سيدنا إبراهيم على سبيل المثال للحصر كان كل ذريته صبيان. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى رزقه بسيدنا إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. القرآن قال إن سيدنا إبراهيم خلف بنات؟ مفيش. يبقى ادي النوع الأولاني اللي هو إن رزق بالإيه؟ بالذكور فقط. وهناك من الأنبياء من رزق بالإناث فقط. يعني إحنا أفضل من الأنبياء لما يكون واحد كل خلفته بنات. هو أفضل من الأنبياء مين؟ سيدنا لوط. القرآن أثبت قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لما القوم المجرمين دخلوا عليه وظنوا الملائكة بشر وأرادوا أن يفعلوا بهم ما يعف اللسان عن ذكره فقال لهم ارجعوا أنا ما تتجوزوا عندي بنات هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فأثبت. يبقى النوع الأولاني في الآية كان سيدنا لوط، والنوع الثاني في الآية سيدنا مين؟ إبراهيم. سيدنا إبراهيم. والنوع الثالث في الآية النموذج نضرب مين بالنموذج ده بقى؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد رزق ب7 أولاد، 3 ذكور و4 بنات. 3 أولاد اللي هو سيدنا القاسم وعبد الله وإبراهيم. هؤلاء أولاد النبي الذكور ال3 وتوفاهم الله، وكلهم ماتوا قبل النبي عليه السلام ودفنهم النبي بيده صلى الله عليه وسلم. وأنا لما أعيش مع النبي عليه السلام يعني وأعيش الشخصية حتى وأولاده موجودين قبل ما يموتوا ربنا يقول له إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. يعني النبي مش هيبقى له ولاد صبيان ما يعيشلوش رجالة. لا، أنا عايز أعيش مع شخصية النبي في الجزيرة العربية اللي هم كانوا بيعتدوا بإنجاب الذكور ويتباهوا تباهي مطلق. لدرجة كان بعضهم لو زوجته خلفت بنت كان يقوم فحت لها ويدفنها حيا، بيسموها الموؤودة إذا الموؤودة سئلت. وكان لما العربي لما زوجته تخلف بنت كان يفضل يعني متضايق وعنده نوع من أنواع الحنق وعدم القبول. ليه؟ يقول ماذا أفعل بها؟ فنصرها لي صراخ. يعني لما يكون أبوها بيتحارب مع قبيلة تانية وماسك السيف بيحارب، ده في الجزيرة العربية قديما، لما تحب تنصر أبوها بقى لما يكون العدو بتاعه هيقتله تعمل إيه؟ تصوت. قال ماذا أفعل بها؟ فنصرها لي صراخ ومساعدتها لي سرقة. لما يكون هي ما كانش زمان النساء بتعمل، فكان لما تساعد زوجها تاخد منين؟ من خلف زوجها. وهذا فهم جاهلي
ليس من الإسلام في شيء. هو سيدنا النبي عليه الصلاة نعم. والسلام في حديث شريف خيركم من بكر بالإناث، هذا هو حديث حديث صحيح. العلماء تكلموا عن صحته، لكن نقل الإمام البغوي عن جمع من العلماء قالوا خير الخلق من بكر له بأنثى. يعني لذلك ربنا بدأ بيها وأتى بها بلفظ إناثا منكرة، يعني من غير الألف ولا مش معرفة. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طب ليه حضرتك جت إناث غير معرفة بالألف واللام، نعم. والذكور ذكرت معرفة بالألف واللام؟ الفرق. قال التعريف يدل على التخصيص، نعم. والتنكير يدل على التعميم. يعني ان هذه لذلك دايما لما يجي يتكلم في الخطاب ياتي بالافضل في اول الخطاب غالبا، ولذلك اتى بالبنات الاول، وده اكبر أفضل. ضربه نضربها في وجوه من يعترض ويدعي ان الاسلام ظلم المراه. يسود وجهه وهو قضيم. نعم نعم نعم. ودي لها قصه كبيره جدا. ولما نتكلم بقى عن اصل الخلق، خلق الانسان، نجد الانواع الاربعه. الانواع الاربعه ازاي؟ احنا قلنا الهبه الذريه 4 انواع. وطريقه خلق الانسان، طريقه الله في خلق الانسان، صنع الله في خلق الانسان على 4 انواع. النوع الاول نوع خلقه الله بغير اب ولا ام. ده مين؟ سيدنا ادم. وهذا واحد بس في الكون اللي هو سيدنا ادم. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا أب ولا أم، ربنا خلقه من تراب ونفخ فيه من الروح. هذا النوع الأولاني. النوع الثاني بقية البشر خلقوا من أب وأم، كل البشرية. النوع الثالث خلق من أب بلا أم، اللي هو مين؟ أمنا حواء. النوع الرابع خلق من أم بلا أب، اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام. فالأنواع الأربعة في خلق الله للبشرية موجودة، والأنواع الأربعة في رزق الذرية موجودة في الأنبياء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لكن الإنسان أنا مطلوب منه إذا لم يكن عنده أولاد إن يسأل ربنا، ما يقعدش ساكت. وإذا عجز الأطباء، حتى لو كل أطباء الدنيا سافر أمريكا، راح أوروبا، راح جميع يعني أعلى وأغنى وأمهر وأقوى وأعلى تقنية في مستشفيات العالم، وقالوا أنت مش هتخلف، برضه يسأل ربنا. حتى لو بلغ من العمر مبلغ يعتقد فيه انه مش هيخلف، برضه يسأل ربنا. يعني يا شيخنا الأخذ بالأسباب العلمية، الذهاب إلى الطبيب، ده مهم جدا. الأشياء اللي هي انتشرت حديثا، الحقن المجهري، أطفال للأنابيب، الحمل، يعني في بعض المسميات، التلقيح الصناعي، كل هذه الأشياء الأخذ بها والعمل بها، ده يعتبر تنفيذا لمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني احنا نأخذ بالأسباب العلمية ونحاول ان احنا نصل بها للمشيئة، ولا ده يعني حضرتك اعتراض على المشيئة؟ كل جزئية من هذه الأنواع الحديثة في طلب الذرية تحتاج إلى تفصيل. فإن تكلمنا مثلا عن تحديد نوع الجنين، يعني مثلا واحدة بتخلف بنات وعايزة يعني تعمل حاجة اسمها الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب، ويتوصي الطبيب إن يخلي اختيار النوع ذكر وليس أنثى أو العكس. العلماء دار الإفتاء أفتت في هذا الأمر، ومشيخة الأزهر وافقت على هذه الفتوى بالنص كده. قالوا إذا كان الأمر خاص بإنسان معين وليست قاعدة عامة للناس، لأن لو عملناها قاعدة عامة دولة معينة مش عايزة بنات فتعمل عملية، يعني كل امرأة تأتي إلى الحمل تعمل لها نوع من أنواع تحديد نوع الجنين في حقن مجاري أو أطفال الأنابيب، يبقى الدولة دي هينعدم فيها الإناث مطلقا، فيحصل خلل في تواجد الجنس البشري أو أكيد. النوع البشري في هذه الدولة. دولة تانية عايزة تخلف بنات فتعمل هذا الأمر. فقال العلماء إذا كان الأمر حالات خاصة، واحد مثلا مخلف 5 6 بنات ونفسه ربنا يكرمه بولد ويجعله ويفعل هذا الأمر في السر، يعني يذهب إلى الطبيب في السر ولا يخبر بذلك أحد حتى لا تكون قضية عامة بين الناس، فقالوا لا بأس بمثل هذا. بالنسبة بقى لقضية أطفال الأنابيب بقى، يعني من البداية هناك 7 أنواع لإجراء عملية طفل الأنابيب.
5 أنواع لا يوافق عليها الشرع، وهناك نوعان الإسلام أجازها وأباح مثل هذه الأنواع. النوعين اللي الإسلام أباحهم نتكلم عنهم، لأن احنا ده المقصود عندنا. أن يكون النطفة من الرجل متيقن اللي هو الزوج، والبويضة من الزوجة في زواج، ده الشرط الأولاني، في زواج شرعي صحيح، ويكون هناك تيقن ليس فيه نسبة 1 في المليون ان النطفة تتبدل او تتحول، مركز طبي معتمد عنده موثوق مصداقية فيه. موثوق فيه. وحتى لو ما فيش نسبة خلل من تحليلات الجينات او عينة الدم ان هذا الولد مش ابن الاثنين، فقالوا لا بأس بذلك، وهو نوع من انواع الاخذ بالتقنية الحديثة. بعض الناس يعترض علينا، يقول لكم انتوا ازاي تقولوا الكلام ده وانتوا كده بتحاولوا تغيروا ما ربنا امر به. نقول له انت غلطان، لان هناك احنا وجدنا في كتب الفقه القديمه ما يسمى الاطعمه التي تقوي على الانجاب، والعلماء تكلموا فيها الفقهاء، والاطعمه المعينه التي تقوي على انجاب نوع معين من الذريه. ونجد في القرآن ان سيدنا زكريا عليه السلام سأل ربنا وقال له يا رب انا عايز انجب ذرية ويكون الذرية دي ولد، يكون الذرية دي ولد. فمعنى ذلك ان طلب والسعي في تحسين وفعل هذه الاشياء لا بأس بها وقال بها العلماء. لكن انا معايا وقفة يجب ان اقف بها، وكنت بتكلم فيها قبل ما حضرتك تطرح السؤال الاخير. اللي ما بيخلفش، اللي لم يرزق بولد، عليه بأن يأخذ بكل الوسائل المتاحة في حدود إمكانياته المادية وبنيانه الجسدي والنفسي. واللي بيخلف ومع جنبه حد ما بينجبش، أنا أستخدم الأسلوب الدارج ده واللغة العامية في هذا اللفظ وأنا متعمده. الذي لا ينجب له حال مع الناس، والذي ينجب عليه حال مع من لم ينجب، لأن هناك يحصل نوع أنواع التعالي وإخفاء الأولاد. يقول لك خلي بالك فلان ده ما بيخلفش، ممكن يحسد ولادك، ممكن يعمل كذا. دخلنا في أذية المسلمين بدون ونوع قصد. من انواع الايلام النفسي. ولذلك اكتر حاجه تؤلم اللي ما انجبش قضيه معايره الناس له، وعدم صبر العائلات عليه. يعني لسه متجوز بقاله شهر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يبدا الناس من بعد الزواج باسبوع ايه الاخبار؟ يسألوا عملت ايه؟ هناكل العقيقه امتى؟ المجتمعات الراقيه يقول له هنعمل السبوع امتى؟ هنعمل مش عارف ميلاد امتى؟ يا راجل ده لسه الراجل يعني بيكتب اسمه في سجل المتزوجين بالقلم الرصاص لسه يعني. ولذلك يحصل تعجل. ولذلك الاطباء لما سالناهم قالوا احنا في الحالات العاديه لا ننصح ان حد يذهب لطبيب متزوج حديث الا بعد سنه من زواجه. تعجل الناس خلق الانسان عجولا، ولذلك يحصل احيانا طلاق بسبب هذا الامر. انا بعايش الناس لانه في نوع من التوتر داخل الاسره، يحصل توتر. ليه؟ لاني عدم اليقين بالله. شوف لما سيدنا زكريا، لما نعيش في اجواء مع سيدنا زكريا يقول له ايه؟ شوف كل المعطيات تدي استحاله ذريه. ربي اني وهن العظم مني. وهن العظم ولا الجلد ولا اللحم ولا الشعر؟ يعني دخل في مرحلة الشيخوخة المميتة. نعم. أو الشيخوخة القاتلة. نعم. والعجيب، وهذا من فضل الله علينا كمسلمين، إن الأبحاث الأخيرة الطبية أثبتت أن تكوين السائل المنوي عند الرجل ينتج من العظام. فهو بيقول لربنا يا رب المصنع المكلف بإعداد الذرية وهن، خلاص اتخرب، ما ينفعش يصنع، قفل. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. بيؤكد الشيخوخة. لا ده حاجة تانية. اشتعل الرأس شيبا ولا اشتعل الشيب في الرأس؟ يعني أنا لما أكون لابس خاتم بقول أنا لابس خاتم ولا الخاتم لابسني؟ لابس خاتم طبعا. لابس خاتم. تمام. لما أكون لابس عمامة مثل هذه أقول أنا ألبس عمامة أم أن العمامة تلبسني؟ العمامة اللي على دماغي دي. تمام. غطاء الرأس ده. فلكن هو يعني معنى ذلك أنا لما أجي أقول، أنا أقول لابني عمر يا ابني ناولني العمة، هي عمامة الأزهر دي. لكن لما أجي أقول له إيه
انا هخلي العمه تلبسني. آه. ده كلام عجيب. يعني لما نمسك بقى المقصود التشبيه ده يقول له المقصود ايه؟ اشتعل يقول له الرأس ايه؟ شيبة. واشتعل الراس شيبه. اه يا ربي ان الشيب اصبح في اصل اه والراس في فرع. نعم. فهذا الاصل عكس الله. الحقيقة أو شفت عكس المثال ده انا الطبيعة. ضربته نعم. وضح المساله. نعم. فقال واشتعل الراس شيبه، وبعدين يقول له في ايه ثانيه ايه؟ وكانت امرأتي عاقرة. بقى انت العظم بتاعك هلك، وشعرك الابيض بقى هو الاساس في جسدك وفي راسك. وزوجتك قال العلماء كان زوج سيدنا زكريا على ما قيل في بعض الروايات بلغت 90 سنة. وكانت امرأتي عاقرة. بعد كل الحاجات دي هب لي من لدنك ولي. مش وليا بس كده، يعني ارزقني بولد يحمل اسمي ويحمل الرسالة يرثني. ده ايه الجمال ده؟ ده بيتدلع على ربنا. لأن وأنا فعلا قاصد هذا اللفظ، بيتدلل على الله لأنه عارف إن له إله. النهارده يروح مستشفى أمراض نفسية ويغلق على نفسه، والبنت ممكن تقفل على نفسها تفضل بالشهر ما ليه يا بنتي؟ من الذي يرزق؟ ينقصنا اليقين بالله. ومن الذي يعطي؟ ومن الذي يهب؟ ومن الذي يمنع؟ ومن الذي يرفع؟ ومن الذي يخفض؟ إنه الملك الواحد الأحد. ونعم بالله. فلذلك سيدنا زكريا يقول له ايه؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. مش بس كده، واجعله ربي رضيا. ربنا يقول له يا زكريا أبشر، أنا هرزقك بولد لم يتسمى بهذا الاسم، يعني اسم هذا الولد من البشرية أحد. ده طب أنا أسأل سؤال. أول من سمي بيحيى. نعم. في الكون كله. نعم. طب ما كانش في ناس مجرمين مخالفين لسيدنا زكريا في العقيدة؟ ما فيش واحد فيه مراته زوجته فاضل لها اسبوع او 10 ايام او شهر او شهرين وتخلف؟ ما خدش الاسم ليه؟ عشان يكذب سيدنا زكريا. الجمهم الله. اظن مقصدي مفهوم. تمام. فيقول له ربنا يقول له ايه بقى؟ يا سبحان الله. ولذلك هو بقى يعني لذلك انا اسال بناتنا اللي ما بينجبوش واخواتنا وده حضرتك دايما احنا عندنا التسرع اللي اتاخروا في الانجاب، واخواتنا الرجال اللي هم ما انجبوش، اصبر على زوجتك. احنا واقول للزوجه اصبري على زوجك، واقول للعائله اخرجوا من الموضوع وخليكوا بس بالدعاء. اقول للام اللي مستعجله على ان ابنها يخلف ادعي لابنك واصبري على زوجة ابنك. قال وقول ربكم للأم قال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. احنا هنعود مرة أخرى بارك الله فيك للأسرة التي نعم. حرمت من الإنجاب نعم. أو لديها تأخير الإنجاب بعد الفاصل إن شاء الله. كرمكم الله. بارك الله فيك. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أنأتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب.
فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب. عدنا معكم مشاهدينا الكرام والذرية الصالحة كنعمة، ومع فضيلة الشيخ بشير المحلاوي من علماء الأزهر الشريف. كرمك الله، بارك الله فيك. كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيف أن ربنا سبحانه وتعالى عندما يهب الإناث ويهب الذكور، وذكر في أكثر من موضع في القرآن، نعم. ده بيدل على الرضا. الله. فلكي يرزقنا ربنا بما ندعو إليه، وقال ربكم أدعوني أن أستجب لكم، لكي يرزقنا علينا أولا أن نرضى. نعم. مم. أنا يعني أكمل الكلام، لكن أنا فعلا هذه الأدعية جذبت قلبي كثيرا. نعم. وفيها نوع من أنواع يعني حسن الاختيار. أنا كنت شايفة حضرتك بتستحسنها. ده شيء عجيب جدا. والإنسان لا شوف، مهما نروح ونيجي ليس لنا باب مفتوح إلا باب الله. والإنسان مهما يعمل ومهما يستعلي لازما هيرجع لربنا. ولذلك أنا قرأت في كتب السنن أن رجل من الفقراء ذهب لغني يسأله، راح يطلب منه مساعدة، فلقى الغني قاعد متوضي وقاف ويعني متجه للقبلة، وعمل يا رب يا رب يا رب، فعاد الفقير ولم يكلمه. فانتبه الغني وقال له يا أخي تعالى، أنت كنت جاي تسألني عايز إيه، أمرني. قال جئت، أنا بس بقول لإخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، كل أصحاب البلاء وكل أصحاب الابتلاء وكل اللي حرم من الذرية، وحتى اللي عنده أولاد واللي أولاده تعبين واللي أولاده راضيين وكل حاجة، كلنا محتاجين لربنا. اوعى تخلع ربنا من حياتك. اوعى تظن ان انت بقدرتك هتقدر تملك الدنيا كلها. اوعى تظن ان انت بامكانياتك الشخصية خلاص الدنيا دانت لك. ان لم تجد قلبك متعلقا بالله فليس عندك قلب. نعم. فالراجل لما راح يسأل الراجل الغني ورجع، لما لقى الغني عمال يدعي ربنا، قال يا أخي جئت تسألني فما الذي أعادك؟ إيه اللي رجعك؟ قال جئت أنزل حاجتي عندك فوجدتك تنزل حاجتك عند غيرك، فأحببت أن أنزل حاجتي عند إلهي الذي أنزلت عنده. ولذلك لما نرجع تاني، أنا أحب أستشهد بالقرآن غالبا. سيدنا زكريا يقول لربنا إيه؟ ربنا لما اتكلم في القرآن فهمنا ان سيدنا زكريا كان بيناجي ربنا. طب انت بتناجي ربنا، فليه ربنا يختم الآية يقول انك سميع الدعاء ولا المناجاة؟ هي مناجاة. هو كان في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أنا عايز نعيش الموقف لما الإنسان منا واقف يصلي. طبعا مش ما أعتقد إنه مش ممكن يحصل لنا حاجة زي دي، ولاقي الملائكة بتنادي علي تقول له يا زكريا خلاص ربنا استجاب دعائك. ده أنت زكريا اشترطت على ربنا عدد من الشروط، مش اشتراط، نوع من أنواع التدلل. يا رب أنا عايزك تبارك لي في أموالي وترزقني سيارة ب2 مليون مثلا، يعني كمان 2 مليون، طب ما ينفعش بمليون. يا رب ارزقني اسكن مش في شقه، في قصر. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى ويحدد النوع. بيضرب لنا في هذه الآية نعم. المثل ان احنا ندعو ربنا بكل ما ندعو نشتاق ربنا إليه. بأعظم شيء. وما يجيش واحد مثلا يقول لربنا ايه يا رب ديم علي الفقر والستر، ده انسان غبي. انا اقصد هذا اللفظ لان انا يعني الطموح في الدعاء، الطموح في الدعاء حتى وان كانت امكانياتي لا تصل الى هذا الطموح. ليه؟ لان النبي لما قال، حتى النبي امرنا بالطموح في الدعاء في الجنه. تمام. اعلى درجه في الفردوس الجنه الاعلى. الفردوس الاعلى. قال اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى. تمام. فبقى انا لما اطلب في الدنيا اللهم ارزقني ولدا بارا كأبر ولد في الكون، ممكن ما يجيليش الدعاء ده وممكن ما يتحققش لي او ياتي بنسبه معينه. اللهم ارزقني مالا. النفس البشريه فضيلتك يعني نعم. فيها قدر من اليأس، خلق الإنسان عجولا. وحضرتك نعم. كنت بتتحدث عن الصبر، يعني مثلا لو ولد تعب أهله وبيدعو الله سبحانه وتعالى الأم أو الأب ويعني يتأخر هداه،
فان الواحد دايما يكون حسن الظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى لا، بيقول تأخير انا عند حسن ظن شوف، عبدي بي، فان خيرا فهو تأخير خير. استجابة الدعاء من اه الله رحمة. نعم. وحتى ورد في الأثر قال إذا رفع العاصي يديه إلى الله وقال يا رب، مم. وقال يا رب، قال الله لملائكته اقضوا لعبدي ما أراد فإني لا أحب أن أسمع صوته. مم. ربنا ما يحبوش لو بيعمل معاصي. قال وإذا رفع الطائع يديه إلى الله قال الله أمهله عبدي فإنه صاحب صوت أحب أن أسمعه. مم. ربنا سبحانه وتعالى بيربينا ويعلمنا. ولذلك لما نعود لسيدنا زكريا برضه، لأن أنا عايز أكمل قصة سيدنا زكريا. اتفضل. لما نعود له يقول له إيه؟ يقول له يا رب إزاي أخلف؟ قال لا، إذا كان أنت اللي طلبت يا رب ارزقني بولد، وشعر راسي بقى الشيب هو الأساس، وزوجتي ما بتخلفش، وارزقني ولد ويبقى صالح يبقى نبي. بعد ما الملائكة تبشرك تقول يا رب أنا إزاي أخلف؟ أن يكون لي غلام. طب ستنا مريم قالت أن يكون لي لأنها ما تزوجتش وخافت على نفسها أن تتهم في عرضها، وقومها قوم سوء ويفهموا في الطب جيدا ويعلموا أن البشرية لم يكن فيها هذا الحدث أبدا من قبل، فخافت على نفسها أن تتهم. وهي امرأة الصالحة العابدة الطائعة ليس في الكون أعبد لله من مريم. ولذلك ربنا ذكرها المرأة الوحيدة التي ذكرت باسمها في القرآن، ومريم ابنة عمران، عيسى ابن مريم. شوف الشرف ان يجي راجل نبي من الانبياء العظام من اولي العزم ينتسب لامه. النهارده واحد لما يجي مثلا يقولوا له اكتب بياناتك، اكتب اسم والدتك او امك، يقعد يفرك في ايديه لانه مش فاهم الاسلام، لانه مش فاهم هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا زكريا يقول لربنا يعني انا ربنا استحق ان تستجيب دعائي. قال له خلاص انا هديك علامه، اعمل لك ايه. قال ايتك الا تكلم الناس. يعني ايه؟ يعني لما يجي يتكلم مع الناس كلام العادي احنا بنتكلمه كده لسانه يقف يتشل. لما يجي يسبح ويذكر رب ويقرأ في التوراة لسانه ينطلق. ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني عمل لهم شاورهم زي الأخرس وما بيتكلمش 3 أيام صوته متحاش. يجي يذكر ربنا، يخش في الصلاة، يقرأ التوراة، يسبح ربنا، يمجد الله سبحانه وتعالى، لسانه ينطلق. لكن حديث البشر لا، 3 أيام. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فيقول الله لنا يا من تشتاق للذرية ويا من ترغب أن يهدي الله. وإحنا بنربي عيالنا؟ ده ربنا اللي بيربيهم. وانت مفكر انت بقى بتودي ابنك دروس خاصة ومدارس خاصة او مدارس عامة وتجيب له مدرسين وتجيب له لبس وتجيب له كمبيوتر وتجيب له عربية وتعمل له الحاجات دي وتوضب له الشقة او الفيلا او حتى الأوضة اللي يقعد فيها. انت اللي بتعمل ده، ربك اللي بيهدي. ربك اللي بيهدي. ولذلك سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما كان احد زملائه توفي فراحوا يعزوا، فلقوا الاولاد صغار كده، يجي 6 أولاد بنات وذكور. فزميل الشيخ الشعراوي وطى على ودنه قال له العيال دي مين اللي هيربيهم؟ إذا كان إحنا مع أولادنا هوت وبنجري ونسعى ويا دوبت عايشين. فالشيخ الشعراوي راجل عنده يقين، ولذلك ربنا رفع شأنه وسيبقى الشيخ الشعراوي علم في الأمة إلى أجيال حتى قيام الساعة إن شاء الله. فيقول الشيخ قال له اللي خلقهم مش هينساهم. بقول للشيخ بقى، بيحكي الشيخ الشعراوي بيقول مرت سنوات والتقيت بهذا الصديق فتذكرنا زميلنا. قال له فاكر اخونا فلان اللي كان زميلنا في الازهر؟ قال له نعم. قال له ولاده عاملين؟ قال له انا ما شفتهمش خالص. طب تعالى نتواصل معاهم ونروح نزورهم ونبر اخونا زميلنا ده في الله ونصل اولاده. بعد 20 سنه فالام طبعا الشيخ الشعراوي بقى بعد ما كان كبر وتعرف ان الشيخ الشعراوي خد زميله وراحوا فجمعت الأولاد، فالطبيب والمهندس والضابط وكذا 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 وكذا، 6 أولاد ما شاء الله كلهم في مناصب قيادية وتعليم من كليات القمة كما يقال. فلما تعرفوا عليهم فالشيخ الشعراوي بص لزميله كده فوطى نفس الشخص قال له يا ليتني مت حتى يتربى أولادي. لا إله إلا الله. فاللي بيربي ربنا فأنا أقول للمتزوجين ومن لم يتزوج واللي حرم من الذرية
واللي يقول لك الاطباء قالوا ان الحيوانات المنويه اقل مش عارف كام مليون فما ينفعش تخلف، واللي مش عارف تحليلات الجينات مش عارف ايه، وعينه الدم مش عارف ايه. اوعى تيأس، ليك واوعى بالدعاء. يغلبك اليأس، لأن الذي يعطي هو الملك الواحد الأحد. ونعم بالله. ولذلك لما نضرب بقى مثل بإنسان آخر تأخر عنده الإنجاب، سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم رزق بإسماعيل، وقصة سيدنا إسماعيل مشهورة ومعروفة. يمكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا زكريا، سيدنا إبراهيم في القرآن الكريم كي نتعظ أم ستنا مريم، ويعني نستلهم الصبر. فلذلك أما سيدنا إبراهيم بقى الملائكة يقولوا قدم إليهم الطعام وطبخ لهم وشوى لهم اللحم كما قال القرآن، فجاء بعجل حنيذ. آية تانية قال فجاء بعجل سمين. طب عيش هو نحيف ولا سمين؟ قال لا، ده ربنا بيفهمنا ان هذا العجل الذي ذبحه ابراهيم ليس من يعني المال القليل، لا اجمل حاجه عنده. طب وعايز يفهمنا في الايه الثانيه ان هذا الذي اتى به ابراهيم ليس سمينا لا يؤكل، انما هو يعني طيب الطعم. فلما قربوا اليهم ما قالهمش بياكلوا، وبعدين قالوا له احنا جايين يا ابراهيم لطلبين، جايين عشان نهلك قرى قوم لوط، والامر الاول احنا جايين عشان فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. مين اللي بتخدم عليهم؟ جيب الملح، تجيب الميه، تجيب شويه خبز، تجيب مثلا كذا. زوجة سيدنا ابراهيم. ودي ضربه في قلوب المتشددين اللي يقول لك المراه في مكان والرجال في مكان. ما دام في ضوابط شرعيه لا باس بمثل هذا. القران بيقولها، القران بيقولها. فسيدنا ابراهيم لما ستنا ساره رضي الله عنها وارضاها، يعني بنت عم سيدنا ابراهيم، لما لها خلف قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. شعر ابيض، انا ازاي اخلف؟ ده انا خلاص بقيت ست مكركبه، خلاص بموت، جسم متكسر، بلغت سن اليأس وعديت خلاص 100 سنه. سيدنا ابراهيم خلف سيدنا اسحاق كان عنده 104 سنين كما قال الإمام ابن كثير. وهذا من المعجزات اللي علينا أن نأخذها كآية نتعظ بها في حياتنا ولا نيأس، رغم أن العلم الحديث أثبت أن كلما كبر الإنسان في العمر والسن الخصوبة بتقل. طيب لما ننظر سواء عند السيدات أو عند الرجال، العلم فوق رؤوسنا والعلم المعملي معجزات الله، يعني الدعاء يصنع المعجزات. لكن نعمل استقراء للواقع عبر البشرية في خلال 10 سنين فاتوا في الكون كله، وده ليس بصعب دلوقتي يتعمل حاجة اسمها دراسة ميدانية. كم مليون إنسان خلف بعد 60 سنة، وكم مليون إنسان خلف بعد 40 سنة، وكم مليون إنسان خلف بعد 50 سنة. هنجد يعني نماذج كثيرة موجودة في هذا الأمر. فأمنا سارة رضي الله عنها إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن بدون فيكون. شك. فستنا سارة رضي الله عنها وارضاها لما تعجبت كما قال الإمام العلامة النسفي في تفسيره، وهي من روايات أهل الكتاب وتؤخذ بضوابط معينة وأنا أميل لصحتها. فلما تعجبت قالت أنا أخلف إزاي وأنا كبيرة في السن وجوزي بلغ هذا الهرم. نستأذن حضرتك نرفع أذان حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا معكم مشاهدينا الكرام وهبة الذرية وفضيلة الشيخ بشير المحلاوي من علماء الأزهر الشريف. شيخنا كنا بنتحدث عن كيف يكون الإنسان يستطيع أن يصل إلى هبة الله سبحانه وتعالى من الذرية بالدعاء. هل هناك حضرتك أدعية معينة؟ يعني احنا تكلمنا عن أن احنا ممكن نأخذ بالأسباب وليس هذا مخالفة لشرع الله، بل نأخذ بالأسباب كل الأسباب الطبية ونترك كل الأبواب العلمية لكي يرزقنا الله سبحانه وتعالى. والأدعية أيضا والدعاء، وزي ما كان سيدنا زكريا في المحراب يعني يكثر من الدعاء في خلوة لله سبحانه وتعالى. هل في أدعية معينة؟ يعني الإنسان عمل بكل هذه الأسباب ولم ينال حظه من الذرية، فماذا يجب عليه أن يعمل؟ بارك الله فيك. مشايخنا رضي الله عنهم وارضاهم، ومن واقع قراءتنا لكتب التفسير والحديث استجليت عددا من الأمور الشرعية التي ينبغي على الإنسان أن يفعلها إذا أراد أن ربنا يرزقه الذرية. أول حاجة اليقين بالله. ما ادعيش ربنا وأنا عايز ربنا يرزقني بالأولاد وأنا عندي يعني شعرة شك. نعم. اليقين بالله، أنا متيقن أن لي إله قادر أن يرزقني بالولد. أول شيء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن خيرا فهو خير. الأمر الثاني كثرة الطاعة. ولذلك احنا لما نقرأ في كتب التفسير نتعجب جدا لما نجد ربنا سبحانه وتعالى يأتي بآية الدعاء في آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام،
ثم يأتي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم يأتي يقول يعني نساؤكم حرث لكم، اتكلم عن الزوجة وإتيان الزوجة في الاعتكاف وكذا وكذا. فلما تكلم سبحانه وتعالى فقال إن عمل الصالحات من الأمور التي يرغب بها الولد. الأمر الثاني الدعاء. الدعاء نوعين، دعاء يعني عام. عشان ربنا يتقبل مننا الدعاء الدعاء العام لابد أن نكثر اللي من هو الطاعات. الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. الامر الثاني الدعاء الخاص ودعاء سيدنا زكريا عليه السلام، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. نعم. بعض العلماء قالوا ان انت لو توضيت وصليت وسجدت وقلت في السجود سجود واحد 40 مره ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، قال بعضهم ان امر مجرب، ان شاء الله اذا اراد الله يقينا بالله ان يرزقك الله الولد. طيب فأقل من دقيقة ومنها الصدقه. من رزقه الله بالأبناء نعم. والبنات ويريد الله سبحانه وتعالى إن هو يعني ينبتهم نباتا حسنا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول أما بنعمة ربك فحدث. الله. فإذا كانت الذرية هبة ونعمة من الله سبحانه نعم. وتعالى، كيف نحدثها، كيف نطورها وننميها ونحافظ عليها؟ يعني إجابة تلغرافية بسرعة إن الإنسان يأكل ولاده حلال من أول شيء، من التحديث بالنعمة عشان ربنا يبارك لك فيها. الأمر الثاني عدم التباهي والتعالي بالأولاد. الأمر الثالث ويراعي مشاعر الآخرين من ليس لديهم. مهم جدا. خدم أولاد، اجعل أولادك خدم لمن لم يرزق بالولد، واجعل بناتك خدم لمن لم ترزق بالولد. لذلك لما إذا كان في وقت كنا شرحنا، لكن احنا بنقول إجابات سريعة جدا. تمام. الأمر الذي بعد ذلك إنك أنت دايما وأنت بتصلي، الواحد فينا بيصلي يستجير بالله عشان يربي له ولاده. هذا هو التحديث. حتى لو ولاده مريحين ومطيعين يطلب من الله سبحانه ربما وتعالى أن يحسدوا، ربما أن تصيبهم العين. احفظهم يا رب. ربي لا سيدنا يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فالإنسان دايما يلجأ إلى الله لأن ربنا هو القادر. ممكن ولد يكون عاق وضال يهتدي في لحظة، ممكن ولد يكون بر ومتدين يعوج في لحظة. دايما الإنسان منا يفتقر إلى الله. والصدقة، الأب والأم إذا كانوا ميسورين الحال يطلعوا صدقة بنية هداية الأولاد، بنية صلاح الأولاد، بنية تفوق الأولاد وإطعام الطعام. يعني كان زمان وده المفروض يرجع تاني، الناس تطعم الطعام، بركة في البيت، تحصين للأولاد وما إلى ذلك مثل هذه الأمور. نعم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا يرزق كل مشتاق إن شاء الله. بنشكر فضيلتك كثيرا، بنشكر فضيلة الشيخ بشير المحلاوي من علماء الأزهر الشريف، وبنشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم.